اهلا وسهلا الغزاله ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه ان شاء الله يا ربي. مرحبا بكم معايا في قصه جديده. نبداو على بركه الله. كنت كنخون راجلي مع بزاف ديال الرجال مقابل الفلوس، ولكن نهار الاخر تلات بيا الوقت في الحبس. سميتي فدوى، في عمري 22 عام. كنت عايشه غير انا والوالده ديالي. انا ما كنتش كنقرا، خرجت من الكطريام، وكانت الوالده ديالي هي اللي خدامه عليا. انا كنت كنبقى جالسه غير في الدار. المهم كانت مهليه فيا، كنت كنلبس مزيان، كناكل مزيان، وقت اللي بغيت نخرج مع صحابي كنخرج، ما عنديش مشكل. المهم كانت الوالده ديالي كانت حريصه بزاف عليا، وما كانتش كتبغيني نبقى نخرج مع الدريات ويكون عندي بزاف ديال الصحابات. ولكن انا كان راسي قاصح، كنت دائما كنتخاصم معاها وكنقول لها انت باغا تعقديني، وانت باغا داكشي اللي داز عليك دوزي عليا. هذاك العصر ديالك راه ماشي هو العصر اللي حنا عايشين فيه دابا. الا ما عنديش صحابات معاه من غادي نخرج معاه، من غادي نهضر. واش بغيتيني نبقى جالسه بوحدي بحال شي جنيه؟ كنت دائما هذه هي المقوله ديالي، وكنت كنخرج عينيا فيها. ولكن كانت مسكينه حنينه فيا، كتقول لي انا عارفك هذه هي جاتك غير المراهقه وصافي، ولكن ردي البال راسك، ردي البال راسك، راه شي نهار غادي تولي في شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. كنقول انت غا هني بالك، اري لي انا غير الفلوس. كانت مسكينه كتعطيني داكشي اللي قدرت عليه. حيت كنت خدامه على قد الحال، راه كانت كدير غير الميناج في واحد القهوه. ايوا حتى لواحد النهار مشيت عند القهوه اللي هي خدامه فيها، قلت لها بغيت الفلوس. قالت لي علاش؟ قلت لها رانا بغا نخرج مع الدريات. قالت لي بنتي راه ما عنديش. درت لها الشوهه في هذيك القهوه، قلت لها والو انا بغيت الفلوس، ولا شوفي اش ديري ولا غادي نهرب لك من الدار. مشات مسكينه تلفاتهم من عند داك السرباي وجابتهم ليا. قالت لي سيري وما تعطليش، نجي للدار نلقى كاينه تمايا. قلت لها صافي كوني هانيه. وفعلا مشيت خرجت مع الدريات، كنا كنمشيو للقهاوي ديال الشيشه. المهم كنا كنزهاو ديال بصح بهاد المصطلحات. بقيت على داك الحال حتى واحد النهار جات واحد صاحبه ماما كتسول عليها. قلت لها لا راه ما كايناش. قالت لي ويلا جات تقول لها عافاك تعيط ليا. قلت لها صافي كوني هانيه. ملي جات ماما قلت لها راه جات عندك فلانه وقالت لك عيطي ليها. هزت ماما التليفون وعيطت لها، قالت لها ما كاين باس. قالت لها لا راه غير بغيت نهضر معاك، حيت داك النهار فاش كنتو عندي راه ولد خويا راه شاف بنتك وعجباتو وبغى يتزوج بها. ولد خويا راه خدام في واحد الشركه، وهادي راه غادي كري بارطمون ويسكنوا فيها هو وياها. يعني ما تخافيش عليها، زعما تقولي راه غتمشي تسكن مع العدوزه ولا مع الطفيلات ولا كذا ولا هذا، راه ما عندك مناش تخافي. قالت لها ماما الا بغات البنت مرحبا بكم والف مرحبا. المهم جات ماما دوات معايا، قالت لي فلانه كاين وكاين وكاين وكاين، وانا كان ديك الساعه كيحسب لي الزواج شي حاجه. قلت لها ماشي مشكل، ولكن تنشوفوا الا عجبني هو هذاك، ما عجبنيش ما تقوليش لي خذيه بزز. قلت لي ماما صافي كوني هانيه. صافي دوات مع ماما وتفاهموا مع بعضياتهم، وجاو عندنا واحد النهار واحد العشيه. صافي جاو تفاهمنا دوينا، الولد الله يعمرها دار وزوين، المهم داكشي فيه داك المواصفات اللي انا باغا وصافي. تفاهموا مع ماما على كل شيء. جمعت الوريقات ديالي انا وياه وتكاتبنا. داز تقريبا شي شهرين درنا العرس. درنا واحد العرس اللي زوين صراحه، ومشيت في حالتي لداري. بقيت مره كتجي عندي ماما وانا جالسه في داري. حملت المره الاولى، ولدت وليد، وكان فرحان به الصراحه. هو الصراحه كان مهلي فيا، ولكن داكشي اللي باغا انا ما كانش كيديروا ليا. يعني هو كان كيدير ليا شي حاجه اللي على قد جهده. انا كنت انا انسانه باغا تعيش على قد الحال. هذاك السيد كان ما مخلي ما داير عليا، داير فوق من الجهد ديالو، ولكن انا كنت كنقلب على المستحيل. تخيلوا ملي ولدت هذاك الولد الاول، بقيت واحد المده على شحال وانا ما باغاش هذاك الدري. كنقول لهم ما كنقدرش نقيسو ما كنقدرش نمسو. المهم كانت الحاله ديالي شرحتها لي الطبيبه على انه اكتئاب ما وراء الولاده. صافي بقيت تعالجت، مسكين وقف معايا حتى تعالجت على خاطري، وليت كنهز ولدي وكنردعو وكل شيء صافي، ولا كل شيء مزيان، ولات الحياه غدا بخير. واحد النهار قالت لي ماما علاش ما تخرجيش تبدلي الجو شويه، خرجي شويه بوحدك انت وولدك، وسيري جلسي في شي قهوه واحده على البحر ولا هذا ولا هذا، حيت راجلك راه خدام، يعني ما يمكنش ليه انه يجلس. كان كيخرج بكري وما كيجي معطل. الخدمه ديالو كانت صعيبه شويه، وحتى الروبو كان كياخذو غير مره في الشهر. قلت لها نيت داكشي اللي غادي ندير. وقالت لي دوزي عندي نعطيك شي حاجه باش تحركي. قلت لها لا لا صافي ما بغيت والو. مشيت خرجت جلست في واحد القهوه ونتلاقى مع واحد خينا كنت كنعرفو قبل ما نتزوج. تلاقينا انا وياه تسايرنا بخير على خير. المهم بقيت بنجمع انا وياه، عطاني النمره ديالو، قال لي صافي تنهضروا انا وياك في التليفون. قلت لي صافي ان شاء الله.
ايوا زغبني الله ومشيت وبقيت شاده معاه الهضره في الواتساب وجالسه وكنتحدث انا وياه، وهادشي بالتخبيه على راجلي. صافي ما بقيتش مسوقه انا لا الراجل لا الولد لا حتى شي حاجه. المهم وليت كنخرج مع هذاك خينا، كنمشيو للقهاوي ديال الشيشه، كنمشي معاه للدار، المهم كنديرو داكشي كامل. المهم وليت مصاحبه معاه ودايره بحال مرتو، كنمشي عنده الوقت اللي بغاني، ما عنديش مشكل. بقيت على داك الحال حتى حملت بولدي الثاني، وبيني وبينكم ما كنتش عارفه واش ولد راجلي ولا ولد صاحبي. من بعد حتى ولدت عاوتاني وليت عاوتاني كنخرج كندي معايا ولدي الصغير، وبديت كنكبر العلاقات ديالي. يعني وليت كنعرف رجال اخرين، اي واحد بغاني كنت كنمشي معاه مقابل انه يخلصني، ما عنديش غرامه المشكل. كنقدر نمشي حتى مع جوج في النهار وانا جالسه في هذيك القهوه، حتى كيجي اللي كيعرفني ولا اللي ما كيعرفنيش ولا شي واحد كيعرف المهم واحد كيوريني الاخر. وبقيت غاده على داك الحال حتى ولدت البنت الثالثه، ومازال ما حبستش. والراجل عمرو ما عاقب شي حاجه نهائيا. وانا صافي لقيت داكشي اللي بغيت، لقيت الحريه ولقيت انني عندي الفلوس، لقيت ندير داكشي اللي بغيت، لقيت نشري اللي بغيت. المهم راجل مسكين في دار غفلون وما عارف حتى شي حاجه. حتى من ولادي ما متاكداش منهم واش هما فعلا ولاد هذاك السيد ولا لا، ولكن هو مسكين ما عارف حتى شي حاجه وكيتعامل معاهم على اساس انهم ولادو، مهلي فيهم وما مخلي ما داير عليهم. ايوا حتى النهار اللي غادي يجي النهار المشؤوم، حيت ربي كيسر حتى ما كيستر. هادشي بزاف على السترة. انا ما راجعت نفسي حتى شويه وما انبني ضميري حتى شويه، بالي داكشي اللي كندير عادي، خصوصا انني لقيت الفلوس ولقيت المتعه ولقيت انني كنمشي فين بغيت، نمشي للقهاوي ديال الشيشه ورجعت لحياتي ديال العزوبيه. داكشي اللي كنت كندير في الايام ديال العزوبيه رجعت كندير شي حوايج كتار. المهم تلاقيت بواحد السيد اللي حتى هو غادي يمشي معاه للدار ونقضي معاه الغرض وغيخلصني. كنت دايه معايا بنتي الصغيره، الولاد الاخرين كنت مخليهم لجارتي، حيت ولادي ما كنتش كنديهم معايا كاملين، كنت كنخلي لجارتي وشي كنديه معايا. كنقول لها راه عندي شي غلط خصني نمشي نقضي ولا خصني نمشي نشوف الوالده عيانه ولا كذا ولا هذا، كتشدهم ليا ما كتقولش ليا لا. وملي كنجي بطبيعه الحال كندور معاها. والمهم مشيت معاه كاري واحد البارطما، مشيت انا وياه. يلا دخلنا، السيد كيشرب، قال لي المهم غنشرب واحد شويه وهذا. قلت انا وياك تقريبا شي 3 السوايع. قلت لي ماشي مشكل، انا المهم تخلصني بالساعه. قال لي صافي كوني هانيه. يلا جالسين، السيد جالس كيشرب، سمعنا الدقان. ملي سمعنا الدقان قلت له واش شي واحد جاي؟ قال لي لا ما جاي عندي حتى واحد، ولكن يقدر يكون مول الدار ولا شي حاجه ناسي شي حاجه هنايا. مع حل الباب غادي يلقى البوليس. دخلوا البوليس جمعونا كاملين داونا الكوميساريه. ايوا تمايا عرفنا بلي مرتو اللي كانت عاسه عليه، وملي شافته دخلني وتاكدت بلي حنا كاينين في الدار، مشات جابت لي البوليس وجاو هزونا كاملين فساد. ايوا تما عاد غضربني الفيقه وغادي نبدا نخبط في جنابي اشنو درت، اويلي انا اشنو درت في حياتي وشنو درت في راسي. عيطت لماما قلت لها والو تجي عندي كذا وكذا كذا كذا. قالت لي يا ماما ما يمكنش انا نوصلك على هاد الشوهه اللي درتي، فينا هما ولادك، فين هو راجلك، اشنو درتي فيا واشنو درتي في راسك. مشات واخا قالت لي ما غاديش نجي لعندك، مسكينه جات حتى لعندي، جات وعيطت لراجلي وجا راجلي، بقى مسكين مدهشر ما عارف والو، ما عارفش شنو كاين. حتى قال لي البوليسي راه كاين وكاين وكاين. وجات مرت داك السيد وتنازلات ليه وانا بقيت في الحبس. راجلي مسكين ولا كيقول لي قولي لي واش هادوك ولادي ولا ماشي ولادي، قولي لي الحقيقه، قولي لي غير اللي كاين. ما قدرتش، ما عرفتش باش نجاوبو. قلت ليه ما عرفتش كتب عليا الله هادشي. قال لي ربي ما كيكتبش هاد الحوايج الخايبه، قال لي انت اللي كتبتيهم على راسك. وفعلا ربي ما كيكتبش علينا شي حوايج خايبه. ناض راجلي دار تحاليل ديال الاولاد، لقى الاول ولدو ولكن الجوج الاخرين ماشي ولادو. الجوج الاخرين خداتهم امي، الجوج الصغار خداتهم امي، والكبير بقى عند باه. رفع عليا دعوه ديال الطلاق وطلقني وانا في الحبس. دوزت عام في الحبس، عام ديال العذاب، عام ديال تأنيب الضمير، عام ديال الحقره، عام ديال بزاف ديال الحوايج اللي خايبين، وعمري ما كنت كنتخيل راسي انني غادي نوصل ليهم. وعرفت راسي باللي انا بيديا اللي وصلت لراسي لذاك النيفو. المهم داز داك العام وخرجت. ملي خرجت لقيت راجلي سافر لمدينه اخرى ودا معاه ولدي، والولاد الاخرين بقاو عند ماما اللي كتربيهم. ما عرفتش باش غادي نبدا ولا باش غادي نسالي.
بقيت واحد المده وانا جالسه غير في الدار وما عنديش الوجه باش نخرج على برا ولا باش يشوفوني الناس. امي كتقول لي شوفي، انا غادي عندك نصيحه وحده، وهو انك ترجعي لطريق الله سبحانه وتعالى، حيت هادشي اللي درتي راه بزاف. ها هما ولادك ما عارفاش حتى شكون هو باهم. ملي غيكبروا هاد الولاد شنو غتقولي ليهم؟ شكون هو باكم؟ واش عرفتي شكون هو باهم؟ حضرت راسي وبقيت ساكته وانا ما عارفاش. راجلي كيعاودوا لي الناس على انه دخل في واحد الحاله الهستيريه ديال الغوات. ملي جا للدار هو كيغوت 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 وكيهرس في الدنيا كلها، ما خلى حتى شي حاجه في الدار صحيحه. كيقول شوف انا درت الثقه في مرتي وشوف شنو دارت فيا، شو ولادي دابا ما عرفتش واش ولادي ولا ماشي ولادي. ملي سمعت هذيك الحاله اللي وصل ليها، زاد عندي تانيب الضمير كتر وكتر. المهم جلست في الدار عند ماما، حتى من بعد قلبت لي ماما على خدمه وخرجت مشيت كنخدم وفي نفس الوقت كنطلب الله يسمح لي على داكشي كامل اللي درت ويغفر لي ويعطيني الوجه باش نواجه ولادي ونقول لهم شكون هو باهم اللي انا ما عارفاش هو شكون. وسبحان الله ربي عطاني واحد العقاب اللي غادي يبقى معايا حياتي كامله حتى نهار الموت. هما دوك الدراري كيفكروني بداكشي كامل اللي درت. واخا نبغي ننساه، واخا نبغي نتجاوز ديك المرحله، فين ما كنشوف دوك الدراري كنتفكر داكشي كامل وكنتفكر هادشي كامل اللي وصلت ليه، وكنتفكر ولدي اللي خسرته وما عمري غادي نشوفه، وكنتفكر بزاف ديال الحوايج خايبين دوزتهم. هادشي علاش كيقولوا 100 خميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص، واللي ما قنع بخبزه ما غيقنعش بنصها. ربي عطاني راجل اللي كان كيحميني وكان كيخاف عليا وكان مهلي فيا وكان داير لي كاع داكشي اللي في جهدو واللي فوق من جهدو، ولكن انا ما حمدتش الله. وهذا هو الجزاء ديال الناس اللي ما كيحمدوش الله، حيت اللي في شي نعمه بلا ما يشكر غادي يخرج منها بلا ما يشعر. راه هادشي اللي وقع لي انايا، ولكن كنقول الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. دابا حاليا انا خدامه بدراعي وخدامه على وليداتي، وكنتمنى من الله يسمح لي على اي حاجه درتها ويغفر لي ويشوف في وجه دوك الوليدات ما يعانيوش من داكشي اللي دوزت انايا، وما داكشي والماضي ديالي ما يتبعهمش حتى هما ملي كبروا. كنتمنى ان ربي يشوف من حالهم. يا ربي هادشي اللي كنتمنى. الغزالات ديالي كانت هذه هي القصه ديالنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا منها. المهم نتلاقى معكم في قصه جديده ان شاء الله. بسلامه.